إلى ضواحي السليمانية تبدأ رحلتنا للوصول إلى عائلة المهاجم العراقي آسو رستم، الذي سجل هدفا في شباك منتخب السعودية الشقيق ليتحول إلى أيقونة رياضية واعدة. بحب وكرم استقبلنا في منزل آسو من قبل عائلته، والدته، أخوته. أم آسو التي تحمل صفات الانتماء إلى الجبل تصلي وتدعو الله ليفوز المنتخب وأن ترى حب ابنها الصغير الذي كبر أكثر. كان مولعا بكرة القدم منذ الصغر، وكان يلعب في الأزقة، ولديه حماس وشغف لكرة القدم، وكان والده داعما كبيرا لآسو. هنا كان يلعب كثيرا ويصاب أيضا ويقوم مجددا للعب. هنا كان يتدرب آسو صغيرا، فكانت مشاكساته مع الجيران. وهنا حمل مسؤولية منتخب وملايين من العراقيين ينتظرون الفوز، فعبر حدود السليمانية وكان للعراق لاعبا. والله يا من من عليها. منذ الطفولة لعبنا أنا وآسو مع بعض في الفرق الشعبية، وكان يملك المهارات الكروية، ونحن ننتظر منه الكثير لأنه يملك الكثير من المهارات وهو مؤمن بقدراته. تفتخر عائلة آسو به كما العراق، فهذا الرياضي الشاب كان شرطيا في مديرية الحفاظ على الغابات، وهي مفارقة يتأمل بها العراقيون خيرا في أن يحمي ويحافظ على صدارة المنتخب الوطني كما يحمي شجرة وأرض وطنه. للشرقية نيوز، عثمان الشلش، السليمانية.